السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحه وعافيه. تعالوا النهارده نتكلم على مشكله كبيره جدا بتواجهها اغلب الصيادين وخصوصا الناس المبتدئه لما بتيجي تطلع تصطاد من على المراكب بالنسبه لصيد البحر الاحمر، الا وهي ان انت بتبقى مجهز عدتك ومظبط نفسك، وللاسف بعد ما بتخلص الرحله وبترجع بتلاقي انك مش جايب سمك وبتبقى متضايق جدا، ومخك يبتدي يهيأ لك ان انت كان الرحله سوء حظ او المركب سيئه والرحله كانت فاشله. أنا عايز أقول لك إن هي ولا هي مركب سيئة ولا هو سوء حظ، بل كان المشكلة في قلة الخبرة. فما فيش كلام من إن الخبرة شيء مهم جدًا في مجال الصيد. فتعالَ أشرح لك في فيديو النهارده قصة صيد التسقيط من البداية للنهاية بكل تفاصيلها، عشان يبقى عندك خلفية، ولمّا بعد كده تيجي تطلع تصطاد ما تبتديش من الصفر، وأنت لمّا تكرر رحلاتك ورحلاتك تكتر تبتدي تزود خبرتك، وإن شاء الله يبقى ليك خبرتك الخاصة. طيب خلّيني أبتدي الأول في إني أشرح مفهوم صيد التسقيط. طبعًا أنت هتيجي تقول لي الموضوع مش محتاج شرح، هو أنا مجرد ما المركب ما هتقف هانزّل الخيط لغاية الأرض والموضوع بسيط جدًا. هاقول لك كلام جميل ما فيش أي مشاكل خالص، بس برضه أنا ما استفدتش من المعنى دوّة، يعني ما طلعتش بمعلومة مفيدة، وأكيد برضه أنت مش جاي فاتح الفيديو عشان خاطر تسمع الكلمتين دُولة، فتعالَ نفهم بس المفهوم بصورة مختلفة خالص عشان تقدر تفهم وتحط إيدك على أول الخيط في شغل صيد التسقيط بطريقة صحيحة، وبرضه عشان خاطر الناس الجديدة اللي لسه داخلة مجال الصيد تبقى فاهمة بطريقة عملية. زي ما انت قلت، هو نزول الطعم بشكل رأسي من على المركب لحد القاع، خلاص، لاستهداف الأسماك اللي بتعيش في التلت الأخير من العمود المائي، سواء بقى أرض رملية أو أرض شعاب مرجانية. تعال بقى نحلل بقى الكلام ده. انت عندك أول نقطة، اللي نزول الطعم بشكل رأسي ده معناه إن الخيط لازم ينزل بطريقة مستقيمة من أول المركب لحد القاع، خلاص، عشان لو التيار شديد أو أنت حاطط رصاصة خفيفة ممكن الطعم بتاعك يبعد عن المكان اللي فيه السمك، اللي هو الطرحة اللي الريس تعب فيها ومشي مسافة حوالي ساعة، ساعة إلا ربع عشان يوصل لها، عشان خاطر حضرتك تطلع سمك وتبتدي تصطاد. النقطة التانية، ذكرت إنك بتستهدف الأسماك اللي بتعيش في التلت الأخير من العمود المائي، تمام؟ فأنت لازم تبقى عارف أنت طالع تشتغل على أسماك عاملة إزاي، سواء بقى رملية أو سواء شعاب مرجانية، عشان تقدر تعرف أنت هتستخدم رصاصة تحت وسنين فوق ولا هتستخدم رصاصة فوق وسن واحد تحت. أنت عندك الأنواع اللي بتشتغل وتبتدي تاكل على الأرض الرملية، فهديك أمثلة كده مثلا زي سمكة الحفارة والنفارة والصرع والمرجان. أنت في الحالة دي بتحتاج رصاصة تحت وسنين فوق، لأن كده كده أنت الأسماك دي بتعيش في مجاميع، تمام، بتبقى مجموعات صغيرة بتاكل بطريقة إن هي بتقعد إيه، تنبش في الأرض وتبتدي تدور على القشريات والعوالق والحاجات اللي إيه، الميتة الدقيقة. فدي طريقة أكلها. فيفضل أنت في الحالة دي تنزل برصاصة تحت وسنين فوق عشان خاطر تستهدف أكبر كمية، لأن أنت هنا المفروض يبقى تفكيرك بتستهدف الكمية مش الحجم، خلاص، لأن هم أصلا أوزانها بتتعدى من 100 جرام أو 200 جرام لحد مثلا إيه، كيلو أو كيلو ونص، ده بالنسبة مثلا للنفارة والمرجان. أما الحفارة والصرع فهم أحجامهم صغيرة وأوزانهم صغيرة. بس طبعا المرجان ممكن تلاقيه في الوعر، بس مش أي وعر، وممكن أوزانه بتبقى أكبر من الكيلو ونص. وانا هقول لكم يعني هنخش في النقطه ديت لما نيجي نخش على الشعاب المرجانيه. فانت لازم تبقى واخد بالك لما تطلع في المناطق اللي بتبقى بالمنظر دوت، ما يبقاش عشمك واخدك في ان انت رايح تجيب اسماك بقى تقيله والقصص دي، تمام؟ انت بتشتغل على رمله عشان تبقى فاهم. لما بتبقى طالع رحلات اللي هي بتاعت ال 12 ساعه وانت هتشتغل على ارض رمليه، انت هنا بيبقى تركيزك في الكم، تمام، مش الحجم. أما بقى بالنسبة للشعاب المرجانية، فأنت الأسماك اللي بتعيش فيها الموضوع هنا بيختلف حبتين، بسبب إن بيبقى فيه تسلسل هرمي في السلسلة الغذائية. بمعنى أنت عندك الشعبة بتتقسم، أنا بالنسبة لي بقسمها لنوعين. في شعبة بتبقى سطحية واخدة مساحة كبيرة من سطح القاع، وبيبقى طالع عليها الشعاب اللي هي بتبقى شبه جذع الشجرة، بيبقى لونها أحمر، وبتبقى مفروشة في مساحة كبيرة. هنا بقى بيعيش المرجان، برضو ممكن تلاقي هنا أسماك المرجان،
وبرضو هنا بتلاقي انواع الاسماك اللي هي بتبقى الصغيره زي ابو لولو والحريد، وفصيله البغبغان بقى بانواعها. عندك الخنزيره، تمام، او الحلوفه. بيبقى الاسماك دي عايشه ما بين الشعب ومستخبيه تحتيها على طول. وممكن تلاقي بقى ايه الاسماك اللي هي لسه في بدايه حياتها، يعني ممكن تلاقي مثلا كشرايه صغيره، ملص، ابو عدس، الحاجات الصغيره دي لسه ما كبرتش وبدات تخش تعيش في الشعبه، فأمن لها بتبقى عايشة في المنطقة اللي هي الشعب المسطحة، والتوعير فيها بيبقى خفيف، يعني ممكن لما تيجي وعرت وشديت جامد هتلاقي الشعبة طلعت معاك. فأنت بتستهدف هنا برضو أسماك صغيرة عشان السن يبقى فيه الطعم المناسب اللي على قد بق السمكة تحت وتقدر ايه تشتغل عليها، فيفضل انك تنزل برصاصة تحت وسنين فوق. فتعالوا بقى نخش بقى بالنسبة للشعاب المرجانية اللي هي بتبقى على شكل كتلة حجرية وعايش عليها حيوان المرجان. دي بتبقى بالنسبة لي مستويات طبعا حسب حجم الشعبة. لكن بيبقى فيه من أول مثلا الجزء المرتفع بتاع الشعبة بيعيش عليها سمك، يليه الجزء اللي تحت وبيعيش عليه نوع تاني، والجزء اللي في القاع خالص اللي هو بيستخبي بين الجحور وما بين الفجوات اللي في الشعبة نفسها. فانت عندك الشعبة ديت انا خليني انا مقسم الانواع السمك اللي بتعيش تمام في الكتلة الحجرية من الشعب دي بالوزن في شكل هرم. خلاص، بالنسبة للسلسلة الغذائية لان بتتكون من اسماك بتبقى من 100 جرام او 200 جرام لحد كيلو ونص. دولت بتحتاج انك تصطادهم بسن صغير، فبتحط ايه رصاصة تحت وسنين فوق. خلاص، وتبتدي تشتغل عليهم مثلا زي البونجز والشركس والخرمي او الخمخم. في ايه تاني عندك؟ في الكاترينا، في انواع كتير فاهم، بس الاحجام دي ما بتكبرش عن الكيلو ونص، فانت ايه تقدر تطلع منها كميات كتيرة وتشتغل عليها. نيجي بقى للجزء الوسط اللي هي الاسماك المتوسطة الحجم اللي بنتكلم مثلا من كيلو ونص لحد 5 كيلو. فانت عندك الاحجام ديت ممكن تنزل برصاصة تحت وسنين فوق، او ممكن تنزل بايه برصاصة فوق وسن واحد تحت. عندك بقى زي المحاسن والشعور والديبة والزهو والقمرة والصدفية والكحيات، كل الحاجات دي امثلة يعني، وفي اسماك كتيرة وانواع كتيرة. فدولت بيبقوا اوزانهم مقبولة وتقدر تشتغل بجلب واحد، وبتبقى حاطط لعفة ايه مناسبة لبق السمكة. بعد كده يجي بقى الجزء الأخير اللي هو القاع، تمام. بالنسبة للشعبة، ودي بيعتبر الأسماك اللي فيها هم ملوك القاع، ودولت بيبقوا أعلى مرتبة في السلسلة الغذائية، بالرغم من إن هم قاعدين في أقل حتة في الشعبة، وتكون تقريبا ملامسين بالقاع بتاع سطح البحر. عندك مثلا زي النواجل والشرايف والكشر. الأسماك دي كلها بتبقى هي دي المفترسات الحقيقية بتاعة الشعبة، وبيبقى هم مستوطنين وعايشين بيتغذوا على السلسلة اللي فوق اللي هي سواء بقى متوسطة أو أصغر، حسب بقى إيه حالة السمكة وحسب حجم السمكة ووزنها. ودول طبعا أنت بتستهدفهم بجلب تحت الرصاصة، تمام، وبتبقى حاطط طعماية محترمة. فانت كده بقيت فاهم شكل القاع من تحت عامل ازاي، تقدر تحدد اذا كنت هتستخدم ايه، تستخدم رصاصة تحت وسنين فوق، ولا رصاصة فوق وسن واحد تحت. وده يعتبر اول خيط، تمام، بانك تفهم ازاي انت هتشتغل صيد التسقيط. تعالوا بقى نتكلم على الخيط التاني اللي هو يعتبر اهم خيط في نجاح صيدك، وبان انت تقدر تطلع سمك كتير او ما تطلعش خالص او الحصيلة تبقى قليلة. الخيط دوت هو حالة الجو او المناخ. بيحصل كتير ان انت بتتفق مع اصحابك وبتبتدي تظبط ان انت هتطلع الرحلة، وتبص على حالة الجو وتلاقي سرعة الرياح 15 عقدة ودرجة الحرارة 28 والجو ربيع والدنيا بديع. تطلع يا معلم الرحلة وتلاقي نفسك قاعد وبرضه ما بتصطادش ومش بتطلع سمك، ويبتدوا اصحابك يبتدوا ايه يشتغلوك. ايه يا عم ربيع، ايه يا عم بديع، الدنيا مش شغالة، ده البحر مش شغال تحت، ده التيار سريع والخيط بيجري، برغم ان انتوا كلكم قاعدين فوق والجو جميل جدا. ده بسبب ان حضرتك بصيت لحالة المناخ او حالة الجو اللي تفيدك انت وتفيد المركب، لكن ما بصيتش على حالة المناخ اللي هي تفيد السمكة وبتنشط ساعتها في الفترة ديت. فانت عندك حاجتين مهمين لازم تركز، تمام، على حالة الجو اللي هي فوق سطح المية اللي خاصة بيك انت وخاصة بثبات المركب، والمناخ اللي خاص بأسفل سطح الماء اللي هو خاص بالسمك وحركة الأكل بتاعته. يعني من الآخر
ما تسيبش سطر وتسيب سطر، فاهم؟ لو انت هتطلع الرحلة هتبص على سرعة الرياح والجزء الخاص اللي بيؤثر على نشاط السمك وطريقة أكله والكلام ده كله، وده بيتأثر أكتر بحركة التيار اللي تحت المية. فخليني كده سريعا أنا أعمل لكم حاجة بسيطة كده سريعة على قد ما قدرت، تمام، بحيث أبسطها لكم. وأهم حاجة في الموضوع دوت إن أنت تبقى فاهمه، تمام، مش حافظه. خلاص، لأن في فرق كبير ما بين واحد طالع يرمي الخيط، تمام، وفي واحد فاهم البحر بيشتغل إزاي. فإحنا بنحاول نفهم مع بعض البحر بيشتغل إزاي. أنا بالنسبة لي مقسم المناخ ل8 حاجات مهمين. وطبعا في حاجات كتيرة جدا، بس إيه، أنا دولت بالنسبة لي اللي على قد تفكيري، تمام، لأن أنا مش دايما بطلع في نفس المكان، تمام. فتقدر تحفظ المكان بكل سهولة. أنت ممكن المرة دي في السخنة، المرة الجاية في الكنيسة، المرة الجاية في الغردقة، بعده في الجمشة، بعده في شلاتين، بعده في حماطة، بعده في القصير. فأنت مش ثابت إنك تقدر تحفظ عوامل الجو، تمام، والحاجات المناسبة التانية أو اللي بتأثر على المناخ بتاعة السمك من ناحية القاع، من ناحية شكل القاع، شكل الأرض، الكلام ده كله. فأنا بالنسبة لي أول نقطة سرعة الرياح. الأرقام المناسبة عندك إيه؟ ما بين 10 عقدة اللي هي KTS اختصار لكلمة نوتس لحد 17 عقدة. أعلى من 17 عقدة أنت كده إيه، المركب هتبتدي تتحرك جامد منك شمال ويمين. أقل من ال10 عقدة هتلاقي الجو مكتوم والرطوبة عالية، مركب ثابتة جدا. أفضل سرعة رياح عندك ال14 عقدة، جو مناسب وتقدر تشتغل عليه. النقطة التانية عندك الضغط الجوي، اللي هو تعتبر العامل الأساسي اللي بيحرك إيه الهواء فوقيك، اللي هو بيتكون من ضغط منخفض وضغط عالي، ودوت اللي بيقيس وزن الهواء حواليك. أفضل ضغط جوي من 1010 ل 1017. وحدة القياس بتاعها اللي هي ال HPA اختصار لكلمة هيكتو باسكال، تمام، أو الملي بار اللي هو MBAR. الضغط الجوي المنخفض بقى أقل، تمام، ده معناه إن السمكة بتبتدي تنشط. لو قل زيادة عن اللزوم ده هيبقى صعب جدا، لأن سرعة الرياح هتبقى عالية جدا ومش هتعرف تصطاد خالص. لو ارتفع زيادة عن ال1017 هتلاقي إن المثانة الهوائية بتاعت السمكة بدأت تتأثر وبدأت تتنفخ، فمش هتعرف تاكل وهتبقى كسولة جدا ومش هتعرف تفتح بقها. وفي نفس الوقت هتلاقي ساعتها في الحالة دي المية زي عامل زي الزيت أو حصيرة أو مراية أو إزاز، حسب ما هتسمعوه. تلاقي مرة واحدة إيه، الجو وقف. أفضل ضغط جوي، تمام، اللي هو الطبيعي اللي هو 1013 HPA، تمام، ده أحسن جو تقدر تشتغل فيه كصيد. من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في الضغط الجوي ان انت كل ما الضغط الجوي بينزل تدريجيا تعرف ان انت ايه، داخل على عاصفة او موجة قوية. لو بدأ يعلى تدريجيا فاعرف ان حالة الصيد وحالة الجو بدأت هتثبت خلاص. ممكن من الحاجات اللي تواجهها ان الضغط الجوي بيتغير بطريقه مفاجاه. التغيير المفاجئ دوت، تمام، الكبير دوت والمفاجئ ده بيعمل ارتباك للسمكه ويخليها ما تاكلش. فانت خلي بالك من الحاجات دي. يعني اليوم اللي انت طالع فيه شوف الضغط الجوي عامل ازاي، شوف سرعه الرياح، تمام. بعد كده هتشوف اتجاه الرياح. انت عندك اتجاه الرياح يا شمالي يا شمالي غربي. احسن حاجه الشمالي الغربي، بس برضو يكون في جو معتدل اللي هو ال14، او عندك ما بين ال10 وما بين ال15. لكن ما تطلعليش في شمالي او شمالي غربي والجو فوقيك مراجيح، انت ساعتها مش هتقدر مركب تثبت ومش هتعرف تصطاد. بعد كده عندك درجة حرارة الجو دي عشانك انت، تمام. افضل درجة حرارة اللي هي 28 درجة. والدرجات عموما المناسبة ما بين 22 ل 35. زادت عن كده هتلاقي نفسك مفرهد ومفيص، تمام، وده هيأثر على درجة حرارة المية اللي هنخش لها بعد كده. لو أسقع من كده هتلاقي برضو إيه نفسك إيه، متقل بقى ولابس وقاعد مقفز. ده بالنسبة للأربع نقط اللي خاصين بحالة المناخ اللي إيه فوق سطح المية أو اللي هي على المركب، اللي هي تكون بالنسبة لك أنت مناسبة. بعد كده نخش بقى على الأربع نقط التانيين اللي هم خاصين بالسمك ويكونوا مناسبين للسمك. أول حاجة شدة التيار المائي. أنت بتتكلم في نص عقدة ل3 عقدة. أفضل جو ما بين نص عقدة و1 عقدة، ده بالنسبة لحركة التيار.
حركة التيار دي بتتأثّر بحاجات كتيرة جدًا، بس أهمها المَد والجزر، فلازم نبقى واخدين بالها منها. بس قبل ما أخُش في المَد والجزر، هاروح على النقطة السادسة اللي هي درجة حرارة المَيّة. نتكلّم في 26 درجة ده لو جو خرافي خلاص. الدرجة الأرقام اللي أنت بتختارها ما بين 24 ل29، عشان هو دوّة اللي بيحدد لك السمك بيقف فين بالضبط. يعني لو درجة الحرارة 29 هتلاقي بعض السمك بيجري يستخبى في الأعماق عشان عايز المَيّة تبقى إيه، ساقعة، والعكس صحيح. لو أقل من ال24 بتلاقيه طلع على البر أو المناطق العواري أو الضحلة عشان خاطر إيه، يبقى المَيّة أدفى. وده بتلاقيه أغلبه ما بين الصيف والشتا، تمام. وبرضه بيبقى في تيارات تحت المَيّة، مش كل منطقة زي التانية، ومش كل طرحة زي التانية، ومش كل مكان زي التاني. فأنت إيه، تخلّي بالك من درجة حرارة المَيّة. المَد والجزر بقى اللي هي النقطة السابعة، أنت عندك حركة المَد بتحصل مرتين في اليوم والجزر مرتين، يعني الحركة كلّها بتاعة المَد والجزر 4 مرات، 2 طالع و2 نازل. فأنت أفضل توقيت، تمام، اللي هو بداية المَد وبداية الجزر ومنتصف المَد، تمام. بس هي مش قاعدة أساسية، ما ينفعش تحفظها قاعدة أساسية، لإن إيه، الموضوع دوّة بيتأثّر بحركة القمر. فأنت عندك حركة القمر، تمام، بتخلّي المَد في بعض الأوقات حامي أو شديد، وبعض الأوقات بيبقى ضعيف، يعني بيبقى في حركة مَد وجزر بس هي حركة ضعيفة والعكس صحيح، خلاص. فأنت ما ينفعش تطبّق بداية القمر، أنا آسف، فأنت ما ينفعش تطبّق بداية المَد وبداية الجزر أو منتصف المَد، تمام، إلا لمّا تكون واخد بالك من حركة القمر. فأنت عندك حركة القمر هي النقطة الأخيرة، بتكون عبارة عن 5 تغييرات. أول حاجة اللي هو المحاق أو الضلمة، بعد كده تربيع أول اللي هو القمر يبتدي يزيد، دوّة بيبقى لغاية المنتصف بيقولوا عليه تربيع أول، وبعد كده بيبقى بدر، وبعد كده بيرجع تاني نُص قمرة اللي هو التربيع الرابع، وبعد كده يرجع ضلمة تاني. فإحنا لو رجعنا تاني للمَد والجزر وخدنا مثال مثلًا ساعة البدر، ساعة البدر المَد والجزر بيكون حامي جدًا وشديد جدًا بسبب التأثير بتاع القمر والشمس، تمام. لإن إحنا عارفين هُم الاتنين بيأثّروا في عملية المَد والجزر، بس القمر هو النسبة الأكبر. لمّا الاتنين بيبقوا قصاد بعض، ساعتها المَد والجزر بيبقى حامي جدًا. فأنت ما ينفعش تشتغل في القصة دي بداية المَد وبداية الجزر أو منتصف المَد. أنت ممكن تعكس وتشتغل في الأوقات العكسية، تمام، اللي هو لمّا يبقى المَد واقف ساعتها أو بدأ يهدى تبتدي تشتغل. لو جينا اتكلمنا مثلًا التربيع الرابع، بتلاقي إن الاتنين الشمس والقمر على نفس الخط، خلاص. فحركة المَد والجزر موجودة بس مناسبة جدًا، ففي الحالة دي هتطبّق بداية المَد وبداية الجزر ومنتصف المَد، تمام. لإن غير كده هيبقى البحر واقف والسمك مش ناشط ومش بياكل فيها. فهُم دُولة ال8 عوامل اللي أنت تاخد بالك منهم في المناخ. ما ينفعش تمشي على سطر وتسيب سطر، ما تركّزش في ال4 اللي فوق وتنسى اللي تحت، أو تركّز في الجزء اللي خاص بالتيار وال4 نُقط اللي تحت وتسيب الجزء اللي فوق، وده ممكن يأثّر عليك أنت وتبقى تعبان ومش عارف تشتغل وييجي لك دوار بحر والقصة دي. وبرضه عشان خاطر تبقى أنت بس فاهم الريّس، تمام، بيتحرّك إزاي وأنت تبقى معاه على نفس الخط، تمام. ما تقعدش قاعد زي شكّاي وعمّال تشكي وعمّال تقول إحنا ليه مش داخلين جوّه، إحنا ليه بنصطاد برّه والقصة دي كلّها. فأنت لمّا تبقى واخد بالك من حالة الجو دي هتعرف الريّس بيفكّر إزاي. طبعًا الريّس الحاجات دي بالنسبة له هو حافظها وعلى طول متبرمجة أوتوماتيك في دماغه، مش محتاج إن هو يقعد يبُص في الكلام دوّة. هو مجرّد ما شاف الشمس والجو والسما والسحاب وحَس بنسمة الهوا هيبقى عارف الموضوع ده ماشي إزاي، لإن هم خبرة وعايشين في البحر. وطبعًا ليهم احترامهم وتقديرهم. فأنت برضه عشان بس تبقى فاهم، لو هو مثلًا أنت بتصطاد في حتّة غرق أو عميقة وبعد كده مرّة واحدة تلاقيت الريّس قال لك يالّا يا جدعان يالّا لمّوا عشان هنتحرّك، هو خَد باله إن الجو بدأ يعلى والتيار هيبتدي يزيد والهوا هيشِد، فممكن يكون زمايلك أو الناس اللي معاك
صحتهم مش هتستحمل التيار، او هو شايف تمام قيم ان الفريق اللي طالع دوت صحته مش هتجيب التيارات العالية، فبالتالي عايز يجري عشان يحافظ عليكم وما تتعبوش من الهواء والرياح الشديدة، والمركب تبتدي ايه تتدنجل بيكم وايه وتتمخمط. فيعتبر المناخ من اهم الاسباب اللي انت بتطلع الرحلة وان شاء الله ترجع مرضي باذن الله، او بترجع من غير سمك وحصيلة ضعيفة. وطبعا ده بعد رزق ربنا اللي كاتبهولك، بس احنا ايه بناخد بالاسباب. خلوني اشيل الحاجة دي على جنب وارجع لكم تاني. تمام. عشان نتكلم في اخر نقطتين، وابقى ايه قفلت لكم قصة التسقيط دي من البداية للنهاية زي ما قلت، عشان تقدر بعد كده انت ان شاء الله تصطاد.